السلام عليكم أعزائي طلاب السادس، طلاب وطالبات السادس. اليوم إن شاء الله وصلنا إلى المحاضرة العاشرة من محاضرات الفصل الثاني القطوع المخروطية. راح نكمل نفس نوعية الأسئلة اللي أخذناها على القطع الناقص طلاب، بس شوية اليوم راح ينطينا فرق بسيط بالمعادلة. يعني اليوم راح ينطينا معادلة يراد لها ترتيب، بينما بذيك المحاضرة أخذنا سؤالين معادلات كلش بسيطة وهي جاهزة، معادلة القطع الناقص بشكلها القياسي اللي هي دائما بعد اللي يساوي تساوي واحد، وقبل اللي يساوي عندك اكس تربيع على عدد معين زائد واي تربيع على عدد معين. هذا هو شكل المعادلة اللي خاصة بالقطع الناقص. زين طلاب، السؤال الثالث يقول، اللي هو السؤال الأول بمحاضرتنا اليوم، يقول إذا علمت أن معادلة القطع الناقص 9 اكس تربيع زائدا 4 واي تربيع يساوي لنا 36. زين شوف، يعني أول شيء لاحظته أنه بعد اللي يساوي عندي واحد، عفوا عندي 36، فإذا هاي المعادلة يحتاج لها ترتيب، لأن أنا تعودت بعد اللي يساوي إنه يكون عندي واحد. زين، وزائدا هنا قبل اللي يساوي تعلمت دائما إنه يكون عندي كسور، هنا ما عندي كسور. ويقول وجد إحداث الرأسان والقطبان والبارتان وطول المحورين والاختلاف المركزي والمساحة والمحور. يعني هذني المطالب السبعة اللي دائما هو يطلبها منك بالسؤال لمن يعطيك المعادلة. أجي أول شيء طلاب لازم أرتب المعادلة مالتي، وإحنا قلنا القطع الناقص احتمال يكون طول المحور الكبير أو البؤرتان على محور إكس، فبالتالي يكون بهذا الشكل، أو يكون المحور الكبير على محور واي والبؤرتان على محور واي، فبالتالي يكون القطع الناقص بهذا الشكل. يعني طلاب لو وجهه بالعرض، لو وجهه بالطول، لو أفقي، لو عمودي. يعني ايش حبيت أذكركم، لا أكثر ولا أقل. زين، وجهه بالطول، شايف لما واحد يقول لك شنو هذا، شو وجهك بالطول؟ هاي انت وجهك بالطول، او يقول لك وجهك بالعرض. زين طلابنا الاعزاء، شو نسوي هسه؟ نجي نرتب المعادله. يعني شلون ارتب المعادله؟ افكر انه اسوي هذا 36 بعد اللي يساوي اسوي واحد، فاقدر اقسم كل المعادله على 36. شوف هنا 9 تقبل القسمه على 36. زين، يعني 36 عفوا تقبل القسمه على 9 وتقبل القسمه على 4، فاكو امكانيه لانه اقسم كل الاطراف على 36، فبالتالي تترتب عندي المعادله. زين، شلون تترتب عندي المعادله؟ 9 اكس تربيع، 9 اكس تربيع اقسمها، يعني كل المعادله راح اقسمها على 36، خليني اكتب لك بالتفاصيل، زائد 4 واي تربيع يساوي لنا 36. فهاي المعادله اذا قسمتها كلها على 36 فايش راح يصير عندي طلاب؟ راح يصير عندي 9 اكس تربيع على 36 زائد 4 واي تربيع على 36 ويساوي لنا 36 على 36. هنا المعادلة مالتك راح تترتب، راح تصير بالشكل القياسي المعتاد لمعادلة القطع الناقص. طبعا هنا طلاب راح نختصر، نقول على 9 بها 1، 36 على 9 بها 4. زين، هنا نقول 4 على 4 بها 1، 36 على 4 بها 9، وهنا 36 على 36 راح يعطيك 1. فبالتالي معادلة القطع الناقص راح اكتبها هنا طبعا طلاب، اكملها حتى استغل المساحة. راح يصير عندك 1 في اكس تربيع اكس تربيع اكس تربيع على 4، اكس تربيع على 4، اكس تربيع على 4. زين، وبعدين عندك هنا 1 في واي تربيع على 9، يعني راح يصير عندك زائد واي تربيع على 9، زائد واي تربيع على 9 ويساوي 36 تقسيم 36 1. إذن هاي هي معادلة القطع الناقص طلاب، اكس تربيع على 4 زائد واي تربيع على 9 يساوي لي 1. خليني ارتبها شوية طلاب. أنا شنو هنا ألاحظ أنه العدد الأكبر هو تحت الواي تربيع، يعني معناها احنا قلنا دائما الرقم الأكبر بالمقام يمثل لك الاي تربيع، عفوا يمثل لك الاي تربيع، والرقم الأصغر يمثل لك البي تربيع. إذا معناها الرقم الأكبر طلاب 9 هو يمثل لك الاي تربيع. إذا معناها القطع الناقص مالتك طول محوره الكبير ينطبق على محور الوايات وبؤرتها على محور الوايات. إذا معناها أول شيء اكتشفت إنه هاي 9 هي تمثل، هي أكبر من 4
فهي تمثل الاي تربيع. اذا نقول الاي تربيع تساوي لي 9. هذا شنو معناه؟ معناها انه الاي ما تساوي موجب سالب 3، لا، تساوي موجب 3، لان الاي عباره عن مسافه، فلذلك اخذ فقط الاي تساوي 3. زين، اذا الاي تساوي 3 طلاب، اذا الاي تساوي 3، زين، هذا شنو معناه طلاب؟ يعني معناها طبعا بما انه قلنا التسعه الرقم الاكبر تحت الواي تربيع، اذا بؤرتها على محور واي. يعني اذا سالتك عن الرأسان يكونون نفس موقع البؤرتان على محور واي. اذا معناها الرأسان مالتك V1 صفر بموجب 3، V2 صفر بسالب 3. طلعنا الرأسان. زين، البي تربيع طلاب ايش قد تساوي لي؟ 4. فاقول يابا البي تربيع تساوي لي 4. هذا شنو معناه طلاب؟ معناه انه البي تساوي 2. البي تساوي 2. زين، هذا شنو معناه؟ معناه انه القطبان الام1 والام2، طبعا القطبان دائما يكونون عكس الرأسان والبؤرتان. اذا القطبان راح يكونون على محور السينات. يعني معناها القطب الاول راح يكون عندك موجب 2 بصفر. زين، والقطب الثاني M2 سالب 2 بصفر. هاي بالنسبه للقطبان. طلعنا القطبان والرأسان. زين، البؤرتان شلون اطلعهم؟ لازم اطلع السي تربيع. فاقول يابا سي تربيع تساوي المفتاح اي تربيع ناقص بي تربيع. هو جاهز المفتاح، انا معلمك على هاي الطريقه انه سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع. زين عفوا طلع سي تربيع يساوي لنا اي تربيع ناقص بي تربيع، هذا هو المفتاح. اذا معناها طلاب سي تربيع يساوي لي الاي تربيع 9 ناقص البي تربيع 4. زين، اذا معناها سي تربيع راح يساوي لي ايش قد؟ 9 ناقص 4 طلاب 5. هذا شنو معناه طلاب؟ معناه انه السي راح تساوي لي جذر 5، لان اجذر الطرفين، فلذلك راح يساوي لي السي جذر 5. هو المفروض موجب سالب جذر 5، بس ليش ناخذ فقط الموجب؟ لان السي عباره عن مسافه. اذا طلاب السي يساوي لي جذر 5. زين، البؤرتان نفس موقع الرأسان. الرأسان عندك هنا وين؟ على محور واي، وانا اصلا قايل لك انه الرقم الاكبر تحت الواي تربيع، فاكيد البؤرتان يكونون على محور واي. فبالتالي راح يصير عندك البؤرتان الاف 1 راح تكون عندك صفر بموجب جذر 5، الاف 2 صفر، عفوا الاف 2 صفر بسالب جذر 5. هذول البؤرتان. زين، حلو طلاب. شوف الحل صار جوا السؤال الرابع، بعد ما وصلنا للسؤال الرابع هسه احنا نحل السؤال الثالث. طلعنا البؤرتان، شو يريد بعد؟ الرأسان والقطبان والبؤرتان وطول المحورين. حلو، زين، يعني معناها طول المحور الكبير 2A، احنا نعرفها 2A. زين، 2A يعني معناها 2 والاي ايش قد طلاب؟ الاي 3، فاذا 2 في 3 يساوي لي 6. زين، 6 هاي شنو؟ 6 هذا طول المحور الكبير، طول المحور الكبير. اذا طلع لي طول المحور الكبير طلاب 6. طول المحور الكبير طبعا هنا وحده طول 6 وحده طول، او تكتب يونت. زين، هسه طلاب نجي الى طول المحور الصغير اللي هو 2B. 2B البي ايش قد طلاب؟ البي طلعناها انا وياكم 2، اذا معناها 2 في 2، اذا 4. اذا طول المحور الصغير طلع لي ايش قد؟ 4. طول المحور الصغير، همينه تكتب وحده طول او تكتب يونت. زين، اذا طلاب طلع لي طول المحور الصغير 4. هسه ايش يريد من عندنا بعد؟ طول المحورين والاختلاف المركزي والمساحه والمحور. الاختلاف المركزي طلاب القانون مالته الاي يساوي سي على اي. زين، هذا شنو معناه؟ معناه ان الاختلاف المركزي ايش راح يساوي لطلاب؟ السي انا وياكم طلعناها ايش قد؟ جذر 5. السي عفوا طلعناها انا وياكم جذر 5. زين، الاي طلعناها انا وياكم 3. اذا الاختلاف المركزي جذر 5 على 3. طبعا هنا ما بي تبسيط ولا اختصار، فيبقى نفس الاختلاف المركزي. زين، المساحه والمحور. المساحه طلاب قانون المساحه هو A يساوي A في B
في باي. إذن طلاب معناها المساحة راح تساوي لي الأي ايش قد اتفقنا أنا وياكم 3. زين البي طلعناها أنا وياكم 2 والباي ينزل. يعني شنو معناها؟ معناها مساحة القطع الناقص راح تساوي 3 في 2 6، يعني 6 باي يونت تربيع، يعني وحدة القياس تربيع أو وحدة الطول تربيع. زين هذا بالنسبة لمساحة القطع الناقص. المحيط البي يساوي 2 باي جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. خلي شوي ارتب لك الجذر. زين اذا هذا قانون المحيط. اذا نقول شنو طلاب؟ البي المحيط يساوي 2 باي جذر اي تربيع. الاي تربيع طلاب اتفقنا انا وياكم انه هي تساوي ايش قد؟ طلعناه او استخرجناه من المعادله 9. الاي تربيع 9 زائد البي تربيع 4 على 2. زين اذا معناها المحيط يساوي 2 باي جذر تربيعي، وهنا 9 زائد 4 13 على 2. طبعا هنا يبقى باقي، فباقي نفس الشيء يعني بهذا الشكل. البي المحيط يساوي 2 باي جذر 13 على 2. وهنا أنا شنو طلاب؟ نكتب يونت، يعني وحدة قياس أو وحدة نعم وحدة قياس المحيط. بما أنه هو طول فنستخدم له وحدة طول بدون تربيع. هذا هو المحيط. زين إذا طلاب هذا السؤال فقط احتاجينا إنه نرتب معادلة القطع الناقص. سؤال بسيط يعني يعتبر مدخل للفصل. هذا مجرد مدخل مدخل لموضوع القطع الناقص، فقط مدخل لموضوع القطع الناقص. يعني هيك أسئلة هل إنه ممكن يركز عليها بالوزاري؟ لا ما أعتقد. هذا السؤال مجرد مدخل لموضوع القطع الناقص. طلاب السادس هسه اربطوا الأحزمة حتى نستمتع بالرحلة. طلاب وصلنا للسؤال الرابع. يقول إذا علمت أن معادلة القطع الناقص 16 اكس تربيع زائدا 9 واي تربيع يساوي لنا 576. اي 576. هذا تأكد طلاب. اي نعم 576. زين يقول جد احداث الرأسان والقطبان والبارتان وطول المحورين والاختلاف المركزي والمساحة والمحيط. نفس الشيء طلاب. سؤال معطيني معادلة قطع ناقص، طالب مني المطالب السبع. اليوم انا شلون ممكن انه اتعامل ويا هيك سؤال؟ اجي اضاوع. اول شيء يهمني هي المعلومة الوحيدة اللي منطينيها بالسؤال هي المعادلة. المعادلة ما مرتبة طلاب. طبعا ما حد يحل سؤال من هناك حتى نستغل المساحة. المعادلة يحتاج لها ترتيب، لانه بعد اللي يساوي ما عندي واحد. زين وعندي 576 لازم اتخلص منها، فاكيد اقسم المعادله على 576 حتى اتخلص من هاي ال 576 ويصير عندي واحد. وهنا راح يصير عندي الكسور اللي انا دائما معتاد عليها بمعادله القطع الناقص، على اعتبار ال 16 راح اختصرها ويا 576 كذلك التسعه. زين انا ايش مدريني؟ يعني هل انه 576 تقبل القسم على 9 و16؟ اكو قابليه انه اختصرهن؟ هسه راح اجي اشوف. طلاب اول شيء الفكرة الأساسية إنه أقسم المعادلة 16 إكس تربيع زائدا 9 واي تربيع يساوي لي 576. هاي المعادلة مالتي. راح أقسم المعادلة مالتي كلها على 576 طبعا ناقص ما أصل. زين طبعا من نقسم على 576 راح يصير عندي 16 اكس تربيع على 576 زائد 9 واي تربيع على 576. وهنا يساوي 576 على 576 عفوا 576. طبعا هنا 576 على 576 بكل سهوله نقدر نختصرها. بس اني اللي يهمني طلاب انه اعرف شلون اختصر التسعه ويا ال 576 وال16 ويا ال 576. شو راح اسوي طلاب؟ راح اروح احلل ال 576. احلل ال 576. زين شلون احلل؟ ضاع عليه 576 راح نحللها انا وياكم 576. او ليش احللها هنا والضارب بالحال راح احللها هنا
576. بما أنه آحادها زوجي فإذا تقبل القسمة على 2. فقسم على 2، 5 على 2 بها 2 ويزود 1، 17 على 2 طلاب، 17 على 2 بها 8 ويزود 1 صارت 16 على 2 بها 8، إذا 288. زين، أيضا تقبل القسمة على 2 فأقسم على 2، 2 على 2 1، 8 على 2 4 و8 على 2 4، 144. واحد تقسيم عفوا هذا 144 كلها قسمة على 2 لأن هذا زوجة 14 على 2 طلاب بها 7، لأنه الواحد كم 2 ما يكفي فاخذ 14 بها 7. زين، 4 على 2 بها 2 صارت عندك 72 طلاب على 2، 7 على 2 بها 3 يزود 1، 12 على 2 بها 6، إذن 36 طلاب هم على 2 لأن هذا زوجي 36 على 2 بها 18 لأنه 3 على 2 1 بها يعني 2 وحده وزود 1، 16 على 2 8، 18 على 2 9 على 3 على 3 1. زين، إذن الأمور أوكي. راح أجي هسه راح أسألك أقول لك يابا هاي التسعة عفوا 16 على 576 تقول لي اختصرها على 16 بها 1 بس ال 576 شلون اعرف بها كم 16؟ شلون راح اعرف بها كم 16؟ ادور على ال 16 هنا طلاب، ادور على ال 16 هنا طلاب 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16، اذا هذول يطلعوا لي 16. ما عداهم وش يبقى لك طلاب؟ ما عداهم راح يبقى لك 2 في 2 4 في 3 12 في 3 36، اذا معناها 36 في 16 ينطوك 576. يعني 16 قسمها على 16 1، 576 من تقسمها على 16 يطلع لك بيها 36، يطلع لك بيها 36. زين، هنا أنا شلون اختصر على 9 1 576 كم 9؟ انا اقول لك شو اسوي، باوع عليه هذول الثلاثه في 3 يمثلوا لك 9، ما عداهم هو الرقم المتبقي اللي انت تريد تعرفه. يعني 576 كم 9؟ هذا هو اللي يعرف كم 9. يعني شنو 3 في 3 9، ما عداها شنو 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 في 2 32 في 2 64. يعني معناها طلاب ال 576 كم 9 بها 64. زين، هسه ترتبت عندي المعادله. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اكس تربيع على 36 زائد واي تربيع على 64 ويساوي لي 576 على 576 واحد. هاي هي معادله القطع الناقص. زين، شوف هنا طلاب عفوا، بما انه الرقم الاكبر جوا الواي تربيع يعني بورتاه ورأساه القطع الناقص ينطبقان على محور واي، يعني المحور الكبير على محور واي. زين، هسه لو سالتك الاي تربيع، طبعا الاي تربيع راح تقول لي شنو الاي تربيع؟ تساوي لك 64. الاي تربيع تساوي لك 64 عفوا 64، بينما البي تربيع تساوي لك 36. ذول الاي تربيع عفوا ذول الاي تربيع والبي تربيع استفاد منهم ايجاد الرأسان والقطبان. هنا البي تربيع تساوي لك 36. زين، هسه راح اجي على الاي تربيع على مود اطلع الرأسان. الاي تربيع 64 يعني معناها الاي يساوي لي ايش قد 8. زين، يعني معناها انه الرأسان وين قلنا طلاب؟ طالما الرقم الاكبر تحت الواي تربيع معناها الرأسان على محور الواي، يعني V1 صفر بموجب 8 والرأس الثاني V2 صفر بسالب 8. ذولا هم شنو طلاب؟ الرأسان. زين، بي تربيع يساوي لي 36 معناها البي تساوي لي 6 لان البي هي عباره عن مسافه. زين، البي تساوي 6 اقدر اطلع منها القطبان. طالما الرأسان على محور واي معناها القطبان على محور اكس، يعني معناها الام1 القطب الاول هو 6 بصفر موجب 6 بصفر. زين، والقطب الثاني سالب 6 بصفر سالب 6 بصفر. طبعا اريدك تفرق بين البي، مشكلتي اني البي والستة يعني بالكتابه اخلط بيناتهم، فهاي بالبكالوريا دير بالكم طلاب، بي تساوي 6 وضح كتابتك يعني هذا قصدي.
فاذا طلاب القطبان موجب 6 بصفر سالب 6 بصفر لانه القطبان على محور اكس. زين البؤرتان شلون اطلعهم؟ اقول سي تربيع المفتاح يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع. يعني معناها شنو طلاب؟ يعني معناها سي تربيع يساوي الاي تربيع شنو طلاب عندنا؟ الاي تربيع 64 الاي تربيع 64 ناقص زين البي تربيع ايش قد؟ 36. زين 64 ناقص 36 طلاب راح يطلع لك 28. اذا معناها سي تربيع يساوي لي 28. سي تربيع يساوي لي 28. يعني شنو معناها؟ يعني معناها السي تساوي لي جذر 28. السي تساوي لي جذر 28. احنا تعلمنا اذا يجيني تحت الجذر التربيعي يعني عدد مو مربع كامل ما له جذر تربيعي واكبر من 8 فهذا يتحلل جذر 28. زين ال 28 طلاب من نحللها حتى اطلع جذر 28 ايش قد؟ 28 من نحللها على 2 14. زين على 2 بها 7 على 7 بها 1. من كل رقمين متشابهين ناخذ رقم واليتيم المسكين تحت الجذر. يعني معناها جذر تربيعي لل 28 الجذر التربيعي لل 28 هو 2 جذر ال7. يعني معناها شنو طلاب؟ يعني معناها السي تساوي 2 جذر ال7. يعني معناها انه السي تساوي 2 جذر ال7. السي تساوي 2 جذر ال7. زين اوكي هسه شو اسوي؟ من طلعت لي السي اقدر اطلع البؤرتان. طبعا البؤرتان وين موقعهم؟ موقعهم على محور واي. هاي المسوده بعد كلها ما احتاجها لذلك راح امسحها طلاب. زين هسه راح اطلع البؤرتان. موقع البؤرتان على محور واي مثل حالهم حال الرأسان. حالهم حال الرأسان. اذا البؤره الاولى طلاب 0 موجب 2 جذر ال7. البؤره الثانيه 0 سالب 2 جذر ال7. زين هذول البؤرتان. هسه شنو طلاب؟ شو يريد من عندي؟ الرأسان والقطبان والبؤرتان طول المحورين. طول المحور الكبير هو 2a. زين طول المحور الكبير هو 2a. زين 2 في a. الاي ايش قد طلاب؟ انا وياكم طلعناها. الاي وين هالاي؟ الاي 8. هسه بابا جيتها. الاي 8 اذا 2 في 8 16. اذا 16 طول المحور الكبير. طبعا هنا تقدر تكتب وحدات طول. وحدات طول. جيتك بابا حمود. زين 2 بي طول المحور الصغير 2 في بي. 2 في بي ويساوي 2. والبي ايش قد طلاب؟ البي 6. اذا 2 في 6 12. 12 12. اذا طول المحور الصغير 12. هنا ايضا تكتب لي وحده طول. وحده طول. زين طلعنا طول المحور الكبير طلعنا طول المحور الصغير. يريد الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي الاي يساوي سي على اي. زين يعني معناها طلاب شنو هو؟ معناها الاي يساوي السي ايش قد؟ السي ايش قد؟ 2 جذر ال7. 2 جذر ال7. زين الاي ايش قد طلاب؟ الاي انا وياكم طلعناه ايش قد؟ 8. هنا اختصر طبعا هنا 2 جذر ال7. فهنا اقول على 2 1 على 2 بها 4. فاذا معناها الاختلاف المركزي الاي يساوي جذر ال7 على 4. جذر ال7 على 4. هذا بالنسبه للاختلاف المركزي. زين المساحه طلاب تساوي اي. المساحه اي تساوي اي في بي في باي. زين يعني معناها المساحه تساوي الاي ايش قد؟ 8. البي ايش قد طلاب؟ 6 في باي. اذا معناها المساحه تساوي 48 باي. وهنا تكتب لي شنو هو؟ يونت تربيع. الوحده القياس مرفوعه. وحده قياس مرفوعه للقوه تربيع. زين بالنسبه للمحيط البي يساوي 2 باي قانونه جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. اي تربيع زائد بي تربيع على 2. هذا بالنسبه لقياس المحيط او قانون المحيط. اذا البي يساوي
2 باي، وهنا جذر هنا جذر الاي تربيع طلاب، الاي تربيع 64 والبي تربيع 36. 64 زائد 36 على 2. طبعا 64 زائد 36 تعطيني 100 طلاب. اذا البي يساوي 2 باي جذر، وهنا ايش عندك طلاب؟ راح يصير 100 مباشره. 64 زائد 36 100 تقسيم 2 50. طبعا هذا حال لي سؤال مشابه له كخطوات، هم طالع لي هيك المحيط. فال50 تقدر تحللها تصير 5 جذر 2، فبالتالي تضربها في يعني تدري انت جذر ال50 لما نحلله يساوي لي 5 جذر 2. هذا بالتحليل سابقا شرحه بالمحاضره اللي قبل. فعادي تريد تخلي هالشكل وتكتب وحده القياس، تكتب هنا يونت، او تريد اخر شيء تكتبه البي يساوي 2 باي، وهنا جذر ال50 طلاب ايش قد طلعناها وياكم جذر ال50؟ 5 جذر 2. زين، فهنا راح نقول بي يساوي 5 جذر 2 في 2 يصير عندك 10 جذر 2 باي. زين، وهنا تكتب لي يونت. فبالحالتين صح، تريد تكتب الحل مالتك هالشكل او تريد تكتب الحل مالتك هالشكل نفس الشيء. زين، قلت ليش ال50 تساوي 5 جذر 2؟ يلا خليني اشرحها. ال50 اذا احللها هاي ال50 على 2 راح تعطيني 25، على 5 راح تعطيني 5، وعلى 5 راح تعطيني 1. فمن كل رقم ناخذ رقم واليتيم المسكين تحت الجذر. اذا معناها جذر ال50 راح يساوي لي 5 جذر 2، راح يساوي لي 5 جذر 2. هذا اللي قصدي. فالطالب مخير عادي، يعني اذا كتب جذر ال50 مو فجرينه. ليش؟ لانه جذر ال50 طلاب او 2 باي في جذر ال50 هو نفس قيمه 10 جذر 2 باي جذر يونت. واضح طلاب؟ وهنا تكتب يونت، فانت مخير. زين، هذا بالنسبه للسؤال الثاني بمحاضرتنا. هسه نروح للسؤال الثالث بمحاضرتنا اللي هو السؤال الخامس. اعزائي طلاب السادس، هسه وصلنا انا وياكم للسؤال الخامس بمحاضرتنا اللي هو السؤال الثالث بمحاضرتنا، بس السؤال الخامس بترتيب المنزله. يقول اذا علمت ان معادله القطع الناقص x تربيع زائد 4y تربيع يساوي لنا 4، جد احداث الراسان والبؤرتان وطول المحورين. يعني هالمره طلب من عندك 3 مطالب فقط. اجي طلاب اول شيء اباوع انه اني انطاني معادله قطع ناقص وطلب مني 3 مطالب اللي هم الراسان والبؤرتان وطول المحورين. اذا المعطى الوحيد بالسؤال هو المعادله او معادله القطع الناقص. فاذا اجي انزل المعادله مالتي معادله القطع الناقص. اقول x تربيع زائد 4y تربيع يساوي 4. هسه طلاب اجي اباوع على معادله القطع الناقص. احنا تعودنا معادله القطع الناقص عندنا كسر اول زائد كسر ثاني يساوي 1. اول شيء راح تلاحظ بعد اللي يساوي ما عندك 1، هنا عندك 4. فاذا هنا راح تفكر انه انت تحتاج انه تعدل على هاي المعادله من خلال قسمه المعادله كلها على 4 حتى يصير عندك بعد اللي يساوي 1. فهنا طلاب يحتاج انه نرتب المعادله. فمن راح تفكر تقول اذا قسمت على 4 راح تترتب معادله القطع الناقص عندي. شلون؟ هنا باع عليه طلاب، راح نجي نقسم المعادله كليتها على 4. فلما نقسم على 4 ايش راح يصير عندي؟ باع x تربيع اقسمه على 4 راح يصير عندي x تربيع على 4 زين زائد 4y تربيع. من نقسمها على 4 طلاب راح تختصر ال4 ويا ال4 تمام، فيبقى عندك y تربيع، والواي تربيع اكتبها y تربيع على 1. خلي ارتب لكم اياها هنا فهمك. عندك 4 y تربيع، من تقسمها على 4 ال4 تروح ويا ال4 فيبقى عندك فقط y تربيع، والواي تربيع تقدر تكتبها y تربيع على 1. فاذا هنا راح يصير عندك y تربيع على 1 زين، ويساوي عندك 4 قسمها على 4 راح يصير عندك 1. اذا ويساوي 1. اذا انا رتبت معادله القطع الناقص مالتي طلاب، صارت عندي بالشكل القياسي اللي متعودين عليه انه كسرين بيناتهم جمع وبعد اللي يساوي عندك شنو؟ عندك 1. اذا الامور تمام التمام طلاب. رتبنا معادله القطع الناقص. طالب منك الراسان والبؤرتان وطول المحورين. زين،
راح نجي نشوف هنا منو المقام، العدد الأكبر بالمقام، الأربعة هو الأكبر. إذن الأربعة شو تمثل لك طلاب؟ تمثل لك الأي تربيع، يعني معناها الأي تربيع يساوي 4. معناها شنو طلاب؟ معناها الأي يساوي 2. معناها الأي يساوي 2. ما أقدر أقول موجب سالب 2 لأن الأي عبارة عن مسافة. زين، طلعت الأي ايش قد؟ 2. شوف طلاب، طالما العدد الأكبر بالمقام، العدد الأكبر تحت الإكس تربيع، معناها بؤرتا القطع الناقص وين صارت؟ على محور الإكسات، على محور الإكس. بؤرتا القطع الناقص على محور إكس. زين، يعني معناها الرأسان أيضا شنو؟ على محور إكس. يعني القطع الناقص مالتك راح يكون هذا شكله طلاب، بؤرتا القطع الناقص على محور إكس ورأسان القطع الناقص على محور إكس. زين، أجي أطلع الرأسان طلاب. الرأس الأول V1 موجب 2، عفوا موجب 2 بصفر، والرأس الثاني V2 سالب 2 بصفر. هذول بالنسبة شنو؟ للرأسان. زين، بعد طالب مني البؤرتان. طبعا البؤرتان لازم شو اسوي؟ محتاج اطلع محتاج السي تربيع، فلازم اطلع البي تربيع حتى استخدم المفتاح واطلع السي تربيع. اذا معناها شو اقول طلاب؟ اقول البي تربيع ايش قد يساوي؟ 1. البي تربيع يساوي 1، يعني معناها البي يساوي موجب 1، لان ما اقدر اقول سالب 1 الاحتمال الاخر، لانه شنو طلاب؟ انا عندي البي عباره عن مسافه، زين، اللي هي بعد القطب عن نقطه الاصل. على العموم طلعت البي يساوي 1، ولو انا ما احتاج البي، فقط احتاج البي تربيع. المهم، لان انا ما طالب مني القطبان، هسه اريد البؤرتان، فش اقول؟ اقول سي تربيع يساوي، هاي خطوه زايده تعتبر طلاب. زين، سي تربيع يساوي الاي تربيع ايش قد؟ الاي تربيع طلاب 4 ناقص، او خلي اكتب القانون عفوا، سي تربيع يساوي لنا اي تربيع ناقص بي تربيع. هذا القانون مال المفتاح. زين، هسه شو اسوي؟ اقول طلاب شنو؟ اقول سي تربيع يساوي الاي تربيع ايش قد؟ الاي تربيع 4 ناقص البي تربيع ايش قد؟ 1. اذا السي تربيع ايش يساوي لي؟ يساوي لي 3. يعني معناها السي يساوي جذر 3. طلعت السي جذر 3. زين، هم البؤرتان وين موقعهم؟ طالما العدد الاكبر تحت الاكس تربيع، اذا بؤرتا القطع الناقص على محور الاكس مثل ما اتفقنا بالبدايه. يعني معناها البؤره الاولى عفوا موجب جذر 3 بصفر. زين، والبؤره الثانيه سالب جذر 3 بصفر. فطلعت شنو؟ البؤرتان، البؤره الاولى والبؤره الثانيه. طول المحورين، طول المحور الكبير طلاب 2A. طول المحور الكبير ايش قلنا؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2A، يعني هذا طول المحور الكبير. زين، 2A 2 والاي ايش قد؟ الاي احنا اتفقنا ايش قد تساوي؟ تساوي ل 2. اذا 2 في 2 اذا تساوي 4. زين، طول المحور الكبير يساوي 4 وحده طول. تقدر هنا لازم تكتب لي وحده طول. زين، يعني هنا شنو قصدي طلاب؟ زين، طبعا انت تقدر هسه تكتب طول المحور الكبير يساوي 4 بدون ما تكتب وحده طول، مو مشكله. زين، الاثنين عفوا طول المحور الصغير اللي هو 2B، يعني 2B هو طول المحور الصغير، طول المحور الصغير، ويساوي 2. البي ايش قد طلاب؟ البي 1، فاذا تكتب هنا شنو؟ 1، تكتب لي هنا 1، اذا يساوي 2. اذا طول المحور الصغير يساوي 2. اذا طلعت طلاب كل المطالب، طلعت الرأسان وطلعت البؤرتان وطلعت شنو؟ طول المحورين، طول المحور الكبير وطول المحور الصغير. هسه نروح للسؤال السادس. طلاب بالنسبه للسؤال السادس يقول السؤال السادس: اذا علمت ان معادله القطع الناقص 4x تربيع زائد 3y تربيع يساوي لنا 4 على 3، جد احداثي الرأسان القطبان البؤرتان طول المحورين واختلاف المركز، يعني نفس المطالب اللي تعودنا عليها نطلعها دائما. زين طلاب،
اول شيء اباوع انه انا مطيني معادله قطع ناقص، طالب مني المطالب اللي احنا معتادين عليها لما ينطيني معادله قطع ناقص. اذا المعطى الوحيد بالسؤال هي معادله القطع الناقص. اذا انزل المعادله مالتي حتى اشوف يحتاج لها ترتيب او لا. 4 اكس تربيع زائد 3 واي تربيع ويساوي 4 على 3. زين، هاي هي معادلة القطع الناقص. طلاب، احنا تعودنا بعد اللي يصير عندي شنو؟ لازم يكون عندي يساوي 1، وهنا عندك اكو كسرين بيناتهم جمع. فاول شيء راح تفكر بيه، هاي 4 على 3 شلون ممكن اسويها 1؟ شوف، هاي 4 على 3 لازم اضربها في 3 على 4، فهنا راح يصير عندي 4 في 3 12، وجوا ايضا 4 في 3 12، فيصير عندي 12 على 12 1. او تقول اختصر 3 على 3 كل وحده بها 1، وهنا على 4 بها 1 على 4 بها 1، او تختصر، فاذا راح يبقى عندك شنو؟ 1. زين، فاذا انا اول شيء راح اسويه طلاب، ارتب المعادله مالتي، فاضرب المعادله مالتي في مقلوب هذا الكسر اللي بعد اللي يساوي، يعني اضرب في 3 على 4. اضرب في 3 على 4. شوف، يا اما بالاختصار نروح يصير 1، او بكل الاحوال لما تضرب الكسر في مقلوبه راح يصير عندك الناتج 1. زين، هسه ايش راح اسوي طلاب؟ من راح اضرب في مقلوب الكسر، هاي متاكدين منها تطلع 1 عفوا. زين، بالنسبه لل4 اكس تربيع من اضربها في 3 على 4 ايش راح يصير؟ باع عليه 4 اكس تربيع في 3 على 4، لان هو راح ينضرب هذا بالاول وبالثاني وباللي بعد اللي يساوي. فهنا شو يصير عندك طلاب؟ تختصر الأربعة والأربعة، فراح يصير عندك 3 اكس تربيع. يعني شنو طلاب؟ 4 اكس تربيع من ضربتها في 3 على 4 صار عندي الناتج 3 اكس تربيع. 3 اكس تربيع. طبعا هاي 3 اكس تربيع اقدر اكتبها على 1. زين، انزل الزائد. زين، هسه نجي انا وياكم على الحد الثاني اللي هو موجب 3 واي تربيع. هذا موجب 3 واي تربيع لما اضربه في 3 على 4، هالمره ماكو اختصار طلاب، فاذا هنا شنو طلاب؟ هنا اضرب، لان هذا على اعتبار على 1 مقام 1، فراح شو يصير عندك؟ 3 واي تربيع في 3 9 واي تربيع. زين، 1 في 4 اذا راح يصير عندك موجب 3 واي تربيع في 3 على 4 صار عندك 9 واي تربيع على 4. تيجي تكتب هنا 9 واي تربيع على 4. زين، وعندك 4 على 3 من اضربها في 3 على 4 راح يصير عندك الناتج 1. اذا هنا بعد اللي يساوي صار عندك شنو؟ 1. زين، نجي الاهم خطوه بهذا السؤال، اهم خطوه بهذا السؤال اللي كل الطلاب تبحث عنها شلون تصير وشلون تترتب. بابا طلاب، احنا تعودنا انه الاكس تربيع والواي تربيع معاملاتهم يكونون شنو؟ 1. واضح؟ يعني بمعادله القطع الناقص بالشكل القياسي من اريد اكتبها، تعودنا اكس تربيع على عدد معين، واي تربيع على عدد معين يساوي 1. بينما هنا الاكس تربيع مضروبه في رقم اللي هو ال3، والواي تربيع ايضا مضروبه بال9، فاريد اتخلص من ال9 ومن ال3. ركز وياي، شوف شنو راح اسوي لك. بابا طلاب، بابا عليه، نجي على الكسر الاول هذا 3 اكس تربيع على 1. 3 اكس تربيع على 1. طلاب، انت هسه كطالب سادس كل همك انه تنزل 3، تنزلها شنو؟ تنزلها جوا ال1. يعني دائما اكو بعض الاساتذه من يشرحون شو يقولون هذا البسط راح يصير مقام المقام، هيك يفهمون الطلاب. يعني يقولون لهم هذا البسط راح يصير مقام المقام، مجرد يعلمه ينزل 3 هنا. زين، انا لا، راح اعلمك افهمك شنو اللي يصير بالضبط. باو عليه، انت عندك 3 اكس تربيع على 1، 3 اكس تربيع على 1. هذا 3 اكس تربيع على 1، هذا مين جاي؟ هذا شلون صار عندنا؟ هذا صار عندنا من ضرب اكس تربيع، هذا الكسر صار عندنا من اكس تربيع مضروب في 3 على 1.
إذن أكو عملية ضرب صار عندك هذا الكسر. طبعا أنا ضرب خليني أكتبه هنا نقطة حتى أفرقه عن الإكس. إذن 3x تربيع على 1 هذا الكسر تكون من ضرب الإكس تربيع في 3 على 1. زين طلاب راح أسألك سؤال، هاي عملية الضرب احنا متعودين القسمة نقلبها إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني زين إذا سوينا بالعكس أكو إشكال؟ لا ماكو إشكال. يعني قصدي راح أقلب الضرب إلى قسمة وأقلب الكسر الثاني، يعني هذا الإكس تربيع ينزل، هذا الضرب راح أقلبه قسمة وأقلب الكسر الثاني، شو يصير؟ 3 على 1 يصير 1 على 3. زين هاي القسمة أقدر أكتبها عمودية، يعني أقدر أكتبها بهذا الشكل، إكس تربيع تقسيم أخلي خط كسر 1 على 3 تقسيم 1 على 3. فإذا بالنسبة لهذا الكسر 3 إكس تربيع على 1 إذا كتبته بهذا الشكل إكس تربيع تقسيم 1 على 3 يعني معناها صحيح إكس تربيع تقسيم 1 على 3. شلون هذا الحكي منين جبته طلاب؟ مثل ما قلت لكم 3 إكس تربيع على 1 هو أصلا جاي من إكس تربيع في 3 على 1. زين فهذا الإكس تربيع في 3 على 1 إذا قلبنا عملية الضرب إلى قسمة وقلبنا الكسر الثاني يعني كأنما رجعناه الأصل طلاب. يعني احنا كنا دائما القسمة نحولها ضرب، هالمرة لا الضرب حولناه قسمة وقلبنا الكسر الثاني، طالما قلبنا الكسر الثاني فوقع اكو توازن. فهنا طلاب مجرد قلبت الضرب إلى قسمة وقلبت الكسر الثاني فصار عندي إكس تربيع تقسيم 1 على 3 إكس تربيع تقسيم 1 على 3 إكس تربيع تقسيم 1 على 3. زين زائد ركزوا يا طلاب هسه نجي على هذا الكسر اللي هو 9 واي تربيع على 4. انت همك كطالب سادس تتخلص من ال9 لانه بمعادله القطع الناقص معامل الواي تربيع 1. شوف يلا خلي هذا حتى تبقى تقارن بين الشغلين. ايش عندك انت؟ 9 واي تربيع على 4 يلا ويساوي هذا الكسر منين يتكون طلاب؟ انا كل همي انه افصل الواي تربيع، فاقول الواي تربيع مضروب هذا الواي تربيع مضروب في 9 على 4 تكون عندي هذا الكسر. عفوا يعني شنو طلاب؟ هذا الكسر اللي هو 9 واي تربيع على 4 هو جاي من ضرب الواي تربيع في 9 على 4. تمام؟ زين إذا قلبت عملية القسمة عملية الضرب إلى قسمة وقلبت الكسر الثاني راح يبقى عندي توازن، يعني هنا واي تربيع قلبت الضرب إلى قسمه وقلبت الكسر الثاني يعني صار عندي 9 على 4 صار عندي 4 على 9. زين هسه حلو هاي عملية القسمة راح اكتبها بهاي الطريقة، يعني مجرد بس الشكل غيرته راح اقول واي تربيع خط الكسر هذا يعتبر هو القسمة واي تربيع تقسيم 4 على 9 تقسيم 4 على 9. زين فإذا هذا راح اكتبه 9 واي تربيع على 4 اللي هيك كان شكله صار عندي واي تربيع تقسيم 4 على 9 واي تربيع تقسيم 4 على 9 ويساوي 1. إذا أنا طلاب كل همي كطالب سادس بس سويت معادلة القطع الناقص بالشكل القياسي، يعني كسرين بيناتهم جمع يساوي 1 أوكي، وسويت معامل الإكس تربيع والواي تربيع 1 مثل ما هو معتاد عليه بالمعادلة القياسية. هسه راح أجي أقارن من الرقم الأكبر 4 على 9 ولا 1 على 3. هاي همين راح أشرح لك إياها. على مود نعرف منو الأي تربيع لأن الرقم الأكبر دائما يمثل لك شنو؟ يمثل لك الأي تربيع. طلاب من الأكبر 4 على 9 ولا 1 على 3؟ شوف اكو طريقه سريعه واكو طريقه اخرى اللي هي توحيد المقامات. راح اعلمك الطريقه السريعه. شوف عندك 1 على 3 تمام، وعندك هنا شنو 4 على 9. هنا طلاب شلون تعرفون الاكبر ال4 على 9 لو ال1 على 3؟ زين هذا راح اعتبره الكسر الاول وهذا راح اعتبره الكسر الثاني، كيفك عادي حتى لو بالعكس. زين هذا الكسر الاول طلاب ال4 على 9 راح اضرب البسط مالته بمقام الكسر الثاني، يعني خلينا نقول بسط الكسر الاول في مقام الكسر الثاني. ايش قد طلع لي؟ 4 في 3 12. زين والنوم شو اسوي طلاب؟ هذا الكسر الثاني بسطه اضربه بمقام الكسر الاول، يعني بسط الكسر الثاني في مقام
الكسر الأول. شو يساوي لواحد في 9؟ 9. من الرقم الأكبر طلاب؟ أكيد كلكم راح تقولوا لي أستاذ 12 هو الأكبر. زين، فال 12 منين طلع؟ من ضرب بسط الكسر الأول في مقام الكسر الثاني. ركز لي، بسط الكسر الأول يعني معناها هذا الكسر الأول هو الأكبر، لأن ال 12 الرقم الأكبر نتج من ضرب بسط الكسر الأول في مقام الكسر الثاني. زين، هسه لو طالع هنا الرقم الأكبر، لا هذا الرقم الأكبر مثلا خلينا نقول هنا كان مكانين، فلا أقول الكسر الثاني هو اللي انتج لي من ضرب البسط مالته في مقام الكسر الأول انتج لي الرقم الأكبر، فإذا أقول هو الأكبر. بينما أنا الرقم الأكبر منين اجى من ضرب بسط الكسر الأول في مقام الكسر الثاني، فإذا الكسر الأول هو الأكبر. فإذا طلاب 4/9 هي أكبر من 1/3. زين، يعني 4/9 أكبر من 1/3. لا، أكو طريقة ثانية همينة، توحيد المقامات. يعني هنا عندك 1/3 وعندك 4/9. زين طلاب، هنا شو اسوي؟ شلون اوحد المقامات؟ ال9 وال3 المضاعف المشترك الاصغر شنو طلاب؟ اكيد اللي هو 9، فاضرب هنا في 3 واضرب هنا في 1 وهنا نفس الشيء، ارجع اضرب وين؟ بالبسط. فايش راح يصير عندي طلاب؟ يعني هذا توحيد مقامات ماكو داعي اشرحه، كلش بسيط ومال ابتدائي. زين، راح تتوحد عندي المقامات. هذا بالنسبه لتوحيد المقامات. فشي يصير عندك 4/9 ويصير عندك 3/9، فاكيد 4/9 اكثر. او يلا خليها كامله لنخاف عندنا طلاب خارجي طاع عليه. هنا راح يصير عندك 3 في 1 راح يصير عندك 3 والمقام 9. وبالنسبه للكسر الثاني اللي هو 1 في 4 وهنا 1 في 9. فمن تجي تقارن طلاب راح يصير عندك 4/9 هو اكبر من 3/9 اللي هو اصلا 1/3. زين، فاذا طلاب هذا بالنسبه للمقارنه بين الكسور. فهسه اذا سالتك اكيد الطريقه هاي الثانيه هي الطريقه الاولى هي السهله. زين، واسرع يعني. شوف 4/9 ايش تبين؟ انه 4/9 هو الاكبر، فاذا هنا راح اقول الاي تربيع تساوي لي 4/9. زين، يعني معناها الاي تساوي طلاب 2/3. زين، طبعا هو طالب منك الرأسان. زين، بما انه الرقم الاكبر تحت الواي تربيع معناها القطع الناقص مالتك بؤرتاه ومحوره الكبير والرأسان على محور واي، يعني هذا شكل القطع الناقص مالتك. عفوا، شوف يعني البؤرتان والرأسان طلاب، البؤرتان والرأسان تمام، ومحوره الكبير على محور واي. فلذلك الرأسان من اجي اكتبهم احداثيهم شو راح يكون؟ V1 صفر بموجب 2/3. زين، V2 صفر بسالب 2/3. زين، هذول الرأسان. شو يريد بعد منك؟ والقطبان. القطبان شلون اطلعهم؟ لازم اطلع البي. فاذا البي تربيع شو يساوي لطلاب؟ بي تربيع يساوي لي 1/3. بي تربيع من المعادله يساوي لي 1/3. زين، البي تربيع يساوي لي 1/3 معناها البي يساوي، زين طبعا هنا جذر الواحد 1 وجذر 3 يبقى جذر 3، فيصير عندك 1/3. البي يساوي 1/3. زين طلاب، انا شو اريد اطلع القطبان؟ شوف القطبان على محور اكس، القطبان على محور اكس يعني عكس الرأسان والبؤرتان. فاذا القطبان راح يصيرون الام1 موجب 1/3 بصفر. زين، والام2 سالب 1/3 بصفر. هذول شنو طلاب؟ القطبان. شو يريد منك بعد؟ البؤرتان. البؤرتان ما اقدر اطلعهم اذا ما اطلع السي تربيع. فاذا نقول طلاب سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع. زين، سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع، يعني معناها سي تربيع طلاب، سي تربيع شو يساوي؟ اي تربيع ناقص بي تربيع. الاي تربيع طلاب 4/9. زين، وهنا عندك شنو البي تربيع؟ شنو 1/3. البي تربيع 1/3 ناقص 1/3. شوف هنا غصبا ما عليك راح توحد المقامات. يعني شلون تنقص؟ لازم توحد المقامات. فاذا هنا راح نضرب مضاعف المشترك الاصغر طلاب هو 3، فنضرب
هنا الثلاثة نضربها في عفوا المضاعف المشترك الأصغر 9. فإذا نضرب هاي الثلاثة أضربها في 3 حتى تصير 9، وهاي أضربها في 1 حتى تبقى 9، حتى أوحد المقامات. فإذا طلاب راح يصير عندي سي تربيع يساوي 1 في 4 على 9، راح يصير عندك 4 على 9 ناقص 3 في 1 راح يصير عندك 3، و3 في 3 هنا 9. فإذا طلاب راح يصير عندك 4 على 9 ناقص 3 على 9. إذا معناها سي تربيع راح يساوي لك شنو طلاب؟ 4 ناقص 3 1 على 9، والمقام ينزل. يعني هاي سي تربيع 1 على 9. إذا معناها سي تساوي 1 على 3، مو موجب سالب 1 على 3، لا فقط موجب، لأن السي مسافة. إذا السي 1 على 3. يعني إذا سألتك على البورتان، طبعا البورتان على محور واحد، فراح تقول لي استاذ البورتان البورة الأولى F1 0 بموجب 1 على 3، والبورة الثانية F2 0 بسالب 1 على 3. هاي البورة الثانية. زين، طبعا هاي 0 بس خليني أوضح. زين أوكي طلاب، هاي أيضا 0 خليني أوضحها مو واضحة. هسه إذا نكمل المطالب وطول المحورين، يريد منك شنو؟ طول المحورين أيضا سهل. طول المحورين سهل 2A طول المحور الكبير، طول المحور الكبير. زين، طول المحور الكبير 2A. 2 الأي ايش قد طلاب؟ طلعنا أنا وياكم الأي، وين الأي؟ 2 على 3. فإذا أضرب في 2 على 3. لا 2 في 2 4، فإذا 4 على 3. هذا هو طول المحور الكبير. طول المحور الصغير اللي هو 2B، ويساوي هنا طول المحور الصغير 2B. البي ايش قد؟ تعالوا هنا نرجع للبي تربيع. وين البي تربيع؟ البي تربيع 1 على 3. إذن البي 1 على جذر 3. إذن 2 في 1 على جذر 3. 2 في 1 2. إذن 2 على جذر 3. هذا بالنسبة لطول المحور الصغير. زين، والاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي الإي يساوي سي على أي. هذا الاختلاف المركزي. هذا الاختلاف عفوا المركزي. زين، سي على أي. زين، يعني معناها الإي يساوي السي ايش قد طلاب؟ السي 1 على 3. السي 1 على 3. زين، الأي ايش قد؟ الأي 2 على 3. 2 على 3. زين، يعني 1 على 3 تقسيم 2 على 3 طلاب، يعني 1 على 3 عفوا تقسيم 2 على 3. شنو نسوي طلاب؟ نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني. يعني 1 على 3 في 3 على 2، فتختصر ل 3 ل 3. هي مباشرة نقدر نختصرها من هنا، فهنا تختصر ل 3 ل 3، فيبقى عندك هنا بها 1 هنا بها 1، فيبقى عندك آخر شيء 1 على 2. زين، تقدر تكتب آخر شيء الاختلاف المركزي يساوي لنا 1 على 2. زين، هذا بالنسبة للاختلاف المركزي. هسه آخر ملاحظة ونختم إن شاء الله المحاضرة مالتنا. طلاب، عندنا ملاحظة بالنسبة للمقارنة بين الكسور اللي هن يصيرون دائما بالمقامات مال معادلة القطع الناقص، حتى تعرف من الرقم الأكبر حتى تعرف الأي تربيع، فيحتاج منك تعرف الكسر الأكبر. بالنسبة لل4 على 9 وال1 على 3، هاي شرحت لكم طريقتها. إذا كان البسط والمقام مختلفين، يعني ال4 اللي هو البسط يختلف عن هذا الواحد البسط، وال9 تختلف عن 3، يعني المقامات أيضا مختلفة. فهنا تستعمل لي طريقة الضرب، يعني تقول 4 في 3 12. زين، بينما 1 في 9 9، فال12 أكبر من 9. فهاي ال12 منين طلعت لك؟ من ضرب بسط الكسر الأول هذا. فلذلك 4 على 9 هو الأكبر، لأن أنت بديت من البسط مالته ضربت بالمقام. زين، بينما بسط هذا الكسر من ضربته بالتسعة طلع لك رقم أصغر اللي هو 9. فلذلك 4 على 9 هو الأكبر. أو طريقة توحيد المقامات، هاي إذا كان المقام
المقامات مختلفة والبسوط أيضا مختلفة. زين، إذا كان المقام متساوي، هاي بالابتدائي ماخذيها، يعني المقامات متساوية بس اكو اختلاف بالبسوط، فالرقم الأكبر بالبسط هو يمثل الكسر الأكبر. يعني أكيد 5/7 هو أكبر من 3/7. 5/7 بس خليني أوضح، هذا 5/7 أكيد هو أكبر من 3/7. ليش؟ لأن هم المقامات متساوية بس البسوط مختلفة، فالبسط الأكبر هو يكون يمثل الكسر الأكبر. 5/7 هو أكبر من 3/7. زين، أجي هنا بالعكس، إذا البسوط متساوية والمقامات مختلفة فالمقام الأصغر هو يمثل الكسر الأكبر. يعني هسه 1/2 1/4، من المقام الصغير 2، فمعناه 1/2 هو أكبر من 1/4. هاي خليها ببالك، ملاحظات جدا مهمة. زين، وهاي أيضا شرحت لكم وياها شلون صار هذا البسط، صار مقام المقام، شرحت لكم وياها بالتفصيل. طبعا طلاب، وصلنا إلى نهاية محاضرتنا، أتمنى استفادتم من المحاضرة. لا تنسون الدعاء لأم بالرحمة والمغفرة. إن شاء الله نلتقي بدرس آخر. شكرا لكم طلاب.